لو حاسة دايما انك مرهقة ومش عارفة ليه، مش بس عشان المسؤوليات الكتيرة اللي عليكي، هي ان السبب الحقيقي انك اخر واحدة بتيجي على بالك، وانتي اكتر واحدة محتاجة الاهتمام. زمان كنت فاكرة ان الاهتمام بالنفس ده رفاهية، ان البريك لازم يجي بعد الانهيار، بس مع الوقت تلاحظ حاجة غريبة. مش كل تعب بيجي من الشغل او الضغط، التعب الحقيقي كان بيجي من الاهمال الصغير اللي بيتكرر كل يوم، التفاصيل اللي بنهملها من غير ما نحس. زمان كنت بحس بالذنب لو اخدت ربع ساعة لنفسي، وده كان بيتعبني نفسيا جدا، لحد ما بدأت أعمل حاجات صغيرة لنفسي كل يوم تساعدني أريح دماغي، زي إنك تصحي الصبح بدري وتشربي قهوتك على مهلك، تسمعي بودكاست بتحبيه أو تعملي شوية سكين كير، إنك تقولي لأ لما تكوني فعلا مش قادرة من غير إحساس بالذنب. مع الوقت فهمت إن العناية بالنفس مش محتاجة قرارات كبيرة، هي موجودة في التفاصيل اليومية البسيطة، زي الأكل الكويس، شرب المياه الكفاية، روتين بسيط لبشرتك وشعرك وجسمك، والنوم بدري بدل ما تفضلي تحاربي أفكارك ونفسك لوحدك طول الليل. وأهم حاجة اتعلمتها إن صوتك الداخلي لازم يكون لطيف ورحيم بيكي، مش كل غلطة تستاهل جلد ذات، ولا كل يوم لازم يكون مثالي. اهتمام بالنفس مش عشان صورة ولا خروجة حلوة، سلام داخلي بيتبني جواكي واحدة واحدة. فقوليلي ايه أبسط حاجة بتعمليها لنفسك وبتفرق معاكي؟